بسم الله الرحمن الرحيم. أبو ذر الغفاري سأل الرسول عليه الصلاة والسلام كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام 124 ألف نبي. فقال أبو ذر: طب كم عدد الرسل منهم؟ من الأنبياء دول كلهم كم رسول؟ فقال عليه الصلاة والسلام 313. فسأل أبو ذر: مين أولهم؟ مين أول واحد من الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: آدم. آدم كان نبي ورسول. طب إيش الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو اللي يجي له وحي من الله عز وجل، كل اللي جاهم وحي من الله أنبياء، بس الرسول اللي يجي له وحي ويؤمر بتبليغ الناس. بعد ما قتل قابيل هابيل اتولد لآدم عليه السلام ابن سماه شيث. معنى اسم شيث هبة الله، هدية الله يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل أنزل في الدنيا 104 صحيفة. الصحيفة اللي فيها كلام الله زي القرآن، 50 منها أنزلها على شيث عليه السلام. شيث لحاله ولد آدم نزلت عليه 50 صحيفة، وال54 صحيفة الباقي على بقية الأنبياء والرسل. سبحان الله. وهنا حضرت آدم عليه السلام الوفاة. قبل لا يتوفى نادى ولده شيث عليه السلام وبدأ يوصيه. علموا ساعات الليل وساعات النهار، وعلموا العبادات اللي تكون في النهار والعبادات اللي تكون في الليل، وقال له إنه في طوفان جاي. بعد ما وصى ولده شيث مات آدم عليه السلام. مات يوم الجمعة. عارفين مين غسل وكفنه؟ نزلت الملائكة معاها مسك وكفن من الجنة. الله أرسل مع الملائكة مسك وكفن من الجنة لآدم عليه السلام. شوفوا قديش الله كريم. الملائكة غسلوه وكفنوه وحفروا له قبر وسووا له لحد في القبر وصلوا عليه ودفنوه قدام عياله. بعد ما دفنوه قالوا لأبنائه: يا بني آدم هذه سنتكم. إلى يومنا هذا وإحنا نندفن بنفس طريقة آدم عليه السلام. بالنسبة لقبره بعض العلماء يقولوا إنه في الهند مكان ما أهبط، وبعضهم يقولوا عند جبل أبو قبيس في مكة، وبعضهم يقولوا في بيت المقدس، والله أعلم. مات آدم عليه السلام فبكت عليه الخلائق 7 أيام. 7 أيام يبكوا حزن على فراق آدم عليه الصلاة والسلام. استلم الأمور من بعد آدم عليه السلام ولده شيث عليه السلام. لما جاي يموت شيث عليه السلام وصى ابنه أنوش لما جاي يموت وصى ولده قينن، وقينن لما جاي يموت وصى ولده مهلايل هذا يقولوا عنه العجم إنه كان من الفرس، وكان ملك الأقاليم ال7، وإنه هو اللي بنى مدينة بابل، وأول واحد بنى الحصون، وإنه قاتل إبليس وجنوده وشردهم على أطراف الأرض، وإنه كان له تاج كبير. لما جاي يموت مهلايل وصى ولده خنوخ اللي هو إدريس عليه الصلاة والسلام. ثالث نبي بعد آدم وشيث هو إدريس عليه السلام. مات آدم وعمر إدريس 308 سنين، وسموه إدريس من كثرة علمه وكثرة دراسته. إدريس من الدراسة. وأول واحد في البشرية كلها خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. والله عز وجل ذكر إدريس في القرآن وقال: ورفعناه مكانا عليا، يعني رفعناه في مكان عالي. عارفين إيش قصة ورفعناه مكانا عليا؟ والله قصة عجيبة يا جماعة. الله أوحى لإدريس عليه السلام إني كل يوم حأرفع لك أعمال صالحة بقدر أعمال كل بني آدم كل يوم. إدريس حب إنه عمره يطول، يبغى عمره طويل عشان أعماله تزيد كل يوم. فصعد إلى السماء مع ملك من الملائكة صاحبه. إدريس قال لصاحبه الملك: طلعني السماء أبغى أسأل ملك الموت كم باقي من عمري، كم باقي لي وموت. فطلع إدريس كان على ظهر الملك، وطلعوا للسماء فقابلوا ملك الموت في السماء الرابعة. فالملك صاحب إدريس سأل ملك الموت قال له: كم باقي من عمر إدريس عليه السلام؟ فملك الموت سأله قال له: هو فين إدريس؟ قال له: شوفوا على ظهري. فملك الموت قال: عجيب والله، الآن اتأمرت إني أروح السماء الرابعة أقبض روح إدريس، وكنت مستغرب كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو تحت في الأرض، وقبض روح إدريس عليه السلام وهو فوق في السماء الرابعة. ورفعناه مكانا عليا. سبحان الله. مات إدريس وجاء من بعده نوح عليهما السلام.
بكرة إن شاء الله حنبدأ في قصة نوح، وقصته جميلة وطويلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل لا أبدأ في قصة نوح عليه السلام أبغى أقول حاجتين. الشيء الأول، كثير بيسألوني إيش المرجع اللي أنت بترجع له في هذه القصص. كتاب البداية والنهاية مؤلفه ابن كثير الدمشقي، ذكر فيه من بداية الخلق قصص الأنبياء، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة، نهاية الخلق. السؤال الثاني انطرح علي مرة كثير، ليش الله أمر الملائكة إنها تسجد لآدم عليه السلام، والمفروض إنه ما حد يسجد إلا لله عز وجل؟ السجود لآدم ما كان عبادة، ما أمرهم إنهم يسجدوا له عشان يعبدوه. السجود كان سجود تشريف. الله شرف هذا المخلوق اللي حيكون خليفته في الأرض. الله شرف آدم عليه السلام بهذا السجود من باب التشريف، لأنه حيكون خليفته في الأرض، زي سجود أخوان يوسف عليه السلام ليوسف. بالنسبة لموضوع القراءة، ما أنصح واحد ما عنده حب القراءة والاطلاع إنه يبدأ بكتاب البداية والنهاية على طول، لأنه الكتاب كبير 11 مجلد، فأخاف إنه واحد يبدأ فيه وبعد كده يمل ويطفش ويكره القراءة. لا، أنا حنصحك بكتب كده حلوة وجيدة وصغيرة وغير مملة ومشوقة وزي العسل. كتاب الرحيق المختوم مؤلفه صفي الرحمن المبارك فوري، مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كتاب جميل جدا لا يفوتكم الصراحة. كتاب 100 من عظماء الإسلام غيروا مجرى التاريخ، مؤلفه جهاد الترباني، لا يفوتكم لأنه الشخصيات اللي فيه مرة جميلة. كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، مؤلفه ابن القيم الجوزية، يتكلم فيه عن الجنة وعن وصف الجنة، شيء يجنن. إن شاء الله أصور لكم أغلفة الكتب وأنزل لكم هي العام عشان تاخدوا كابشر وتشتروها لو حبيتوا، تلقوها في جرير وفي كثير من المكتبات. دحين نبدأ قصتنا. اسمه نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ. خنوخ هو إدريس عليه السلام، يصير الجد الثاني لنوح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه